هذه الهوايل اللي علينا وعلى ابونا وعلى راس ابونا في الايام دي. قال المأذون، قال فالح، قال لا فالح، قال لما تاجي تطلق يقول لك قال راجع نفسك. طب ليه ما قلتليش كده لما جيت الجواز؟ ليه ما قلتليش راجع نفسك لما جيت اتجوز؟ والله دي هوايل علينا وعلى ابونا. خبر ايه يا عبد الناصر؟ اهلا يا حاج دوي. يا عم رايك؟ خبر ايه يا ابوي؟ محدش شافك في الغفاليق المغفلقه معاي من امبارح. والله سامع يا حاج دوي، رحت لكم المركز قالوا لي طلعوا. تعال يا ابوي اقعد حكي. مغفلقه معانا من امبارح يا عبد. ليه بس هي اللي حصل؟ اللي حصل لا يتقال ولا يتقرا. اقعد يا ابوي اقعد ريح نفسك. هي الهوايل بتاعتكم دي كل دقيقه يا راجل في المراكز يا حاج دوي، مش كده؟ طب ينفع يا عم عبد الناصر؟ ينفع كل يوم بو بوه؟ طب ايه الحكايه دي؟ ايه اللي حصل؟ يا ابوي ضلك الولد حمدته ولدي. ايوه عارفه. مش قال عايز اخطب؟ تمام. واتجوز؟ ايوه يا شيخ. قلت لها مش حته انا خاطب له واحده من اسيوط، من سوهاج، من المنيا، من نجي حمادي، نغير النسل. ايوه صح. بدل ما العيال كلها شبه بعضها. الله حقا لما باجي عندك ما بعرفش عيال شحته من عيال الواد الثاني ده، كله شبه بعض. اتجوز بنت خالتك، اتجوز بنت عمتك، والعيال كلها بتطلع شبه بعضها. ايوه صح يا ابوي. فبيني ما بينك قالت لي قال له لازم ياخد قال بنت اختي. يا ابوي ما انت ما ختم الواد الكبير قبل كده، قريبتك برضه زي كده وكلها مشاكل بقيت الجيزه. يا ابوي العيال جواز القرايب ده، ما العيال بتطلع معوقه والعيال بتطلع برضه يا عم عبد الناصر كلها فيها عاهات. ايوه صح يا ابوي، وبين ما بالك بتبقى مشاكلها كتير، وبالذات لما الوحده تبقى قريبه على ناسها كل دقيقه تعمل لك مشكله. طب انت شوف جواز القرايب نفعت؟ لا بسيط حقه، بقيت ضلك مشاكلهم كتير يا حاج دوي. بيني ما بينك عشان مش عايز كل يوم غفاليق، انا عارفها هي. قلت لها خلاص يا عم يا ولدي تاخد بنت خالتك. الوليد غلبان. قال اخد بنت خالتي بوشها زي غطايه علبه الزبدو دي. طبيعي يا عم المسكين. قال يابا ياخدها. ما شاء الله انتوا اللي اخترتوها ليه؟ عاجبها؟ البيت عاجبها؟ بوشها زي علبه التونه عاجبها؟ كمان؟ ادي الفرح باقي عليه 15 يوم ومنش فريقنا في الكوافيرات يا عبد الناصر. طب ليه يا حاج دوي؟ خبرين امال ايه امال حيعملوا لها يعني؟ يا ابوي ده الفستان عايزه قال الفستان نشتريه شراي ب 18,000. فستان ب 18,000؟ يا بنت نأجره ده كلها ساعتين ثلاثه. قالت لازم تشتروه. ام شحته قالت لبس البوصه تبقى عروسه. خلاص اشتريناه لها. يقولوا ماله الايجار ابا مين؟ روح يا ام شحته اشتري لها الفستان كده واتفقي مع بتاع الفساتين. راحت قالت انا عايز الف الطرحه. لف الطرحه؟ طيب يا ابوي لف الطرحه مالها يعني؟ البيت بتاعت الكوافير قالت لها يا ابوي انا لف الطرحه ب 1500 جنيه. قال ده اجر يدي. اجر يدها على لف الطرحه؟ تاخد 1500 جنيه عشان تلف لها. دي لو هتلف الدور مش هتاخد ال 1500 جنيه. دي لو هتأجر اوبر وتلف بيه القاهره كلها مش هياخد 1500 جنيه. عايزه تاخد 1500 جنيه على لف الطرحه يا عبد الناصر. حقه دي كمان هوايل يا حاج دوي. حقه ده شغل عمرنا ما شفناه. طبعا اول ما قالت لما شحته كده البيت بتاعت الكوافير راحت طب ما شحته قال لي تدا بعرفها انت وجمازه. قالت لا قال لي لفوكي في شواله. البيت بتاعت الكوافير ازاي تقولي لي كده؟ ما تقوليش. راحت طب مش شحته لهفاها بالمقص في وشي. ادتها 4 غرز. يعني انا اكذب عليك يا حاج دوي ما معاها الحق وهي 1500 ده انا اتجوزت بيها يا راجل 1500. طب ليه بتضرب بتاعت الكوافير؟ لهفتها بالمقص في حجيبها ادتها 5 غرز ودونا النيابه. طلعونا بكفاله 3000 امبارح. ليه ادي الهواي اهيك ضلك كنت في جيزه هيك بقيت في مشكله وبدل ما كان المبلغ ده ضلك قضيت لك بيه مصلحه للواد هيك دفعته كفاله. لكن هي لو ما هوالي يا عم عبد الناصر في حاجه اسمها لف الطرحه ب 1500. هذا اول مره نسمع عليها الهواي. قالوا لانسز. طب هي العروسه عينها 2 شمال. ايوه اللانسز واحده يمين وواحده شمال ما ركبتنش على عينها يا عم عبد الناصر. البيت تجرب تحط اللانسز يوقع. طب ليه اللانسز؟ طب انت عينيكي 2 حوده شمال. ليه اللانسز وليه؟ قال دي في ضوافر كمان ب 3000 كمان. طب احنا ربنا خلق لنا ضوافر طبيعيه. قال عايزه تركب ضوافر. طيب ليه تركب مالها ضوافرنا يا حاج؟ هوايل علينا واعباء يا عم عبد الناصر. والنهارده لو مؤاخذه النهارده يعني ما الواد قلنا له ناخد واحده حلوه
لو خدنا بيض بيضه وعينها خضراء ونجلها له واحده حلوه وشعرها طويل، أيوة. الكوافير مش هياخد فيها وقت يا عم عبد الناصر. أيوة لكن عارف بنت اختها دي، ايوه الراجل بتاع الكوافير قال هاتوها لي قبلها ب 10 ايام، قال عشان اعرف معالم وش رايحه وين وجايه من وين. يا ده يا ابوي، ده ليه يا ابوي حيعمل لها يا ابوي؟ امال ايه؟ فالبنات الحلوه يا عم عبد الناصر مش بتحتاج شغل برضه. أيوة. لكن عارف بنت اختها دي، ايوه عليه النعمه بنعمه ربنا، هيشتغلوا فيها من الساعه 8 هيخلصوها لنا الساعه 9 يا عم عبد الناصر. ده انا يوم الجرار بتاعي وقع الترعه الميكانيكي خلصوا في 3 ساعات. ايوه حقه صح. وادي هوايلي يا عم عبد الناصر، وكل يوم بو بو، والمرأة عامله لي مشاكل، ادفع 1500 جنيه لف الطرحنه يا ابوي، وهي حتى ويا ريت لها تبقى على طبيعتها لو غسلت وشها، هي قريبتك دي. ايوه دي هيسنفروا بيها عشان ساعتين، طيب تاني يوم هتبقى وشها زي شبه شوقي ابوها. طيب ده كلام برضه. وليه طيب دفع الفلوس ده كله ليه؟ الهمبكه الكدابه دي ما ينفعش يحجدوه، بس انت برضه لازم يبقى لك دور في الكلام ده يعني. يبقى لي دور، مغلبته غلب دوري. طيب ده كلام. ها عامل ايه يا عم عبد الناصر؟ انا ما ينفعش. ينفع الاعباء دي يا عم عبد الناصر بنجيبها لنفسنا يا ابوي انت كل دقيقه يبيع لك محصول قصب، يبيع لك محصول موز، برضه تضيعوا على الكفالات. ما كلها غلط على الكفالات. انا كل اسبوع بتضرب لي جيراني، بتضرب لي ده، بتضرب لي ده، بتضرب لي بتاع ده، بتضرب لي ده، وفلوسي كلها السنه دي دافع 35,000 كفاله. 35,000 ده كان سحبت لك بيها جرار، كان نفع بيك. يا حاج يا الحق يا عم، مغفلقه على الشارع هنا. ايه فيها؟ عم شحته مسكت الراجل بتاع الخضار، سيحت دمه بالكفه تحت الميزان. ضربت بتاع الخضار وكفه الميزان؟ كفه الميزان والله يا اخي. الله يخرب بيتك وبيت اللي جابك على الشارع يعني. عند البيت. يا عم الحق يا عم، قلت لك اضيع السنه دي كلها على الكفالات انا. ما دوبك يا خيي.